السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا حبايبي، النهارده نعمل على طول، نخش في وصفتنا على طول. نعمل ايه؟ نعمل بسكوتة سريعة وسهلة وجميلة وفي الخلاط واقتصادية وموفرة. الخلاط بتاعي اهو. انا عندي مقادير ايه؟ عندي بيضتين هنزل بيهم في الخلاط اهو. الخلاط قدامك اهو اهو. هنزل بذرة فانيليا. عندك فانيليا سايلة تمام، ما عندكش اللي موجود ينفع يسد عادي سايلة او بودرة عادي. كوباية الا ربع سكر. خلاص هضربهم في الخلاط وارجع لكم. كده انا ضربت الحاجات بتاعتي في الخلاط. هحط معلقة تانك برتقال على الخلطة بتاعتي، وهحط كوباية الا ربع زيت وهضربهم وارجع لكم. هنا حبايبي معايا كوبايتين من الدقيق، كوبايتين وربع. انا راكنه الربع كوبايه بره عشان نعمل البسكوت بتاعنا، بس الربع كوبايه دول انا مخليهم علشان احنا كلنا عارفين ان الدقيق مش كل واحد عشان يتظبط معانا. لو احنا احتاجناه هناخد تدريجيا. هاخد معلقه بيكنج باودر صغيره ونص كوبايه نشا. النشا هنا بيقوم بدور جميل جدا، بيخليه هاش وجميل وبيقرمش وحلو جدا. هقلب كله مع بعضه وهحط ذرة ملح ذرة ملح ما بين ايديا صوابعي كده، وهنزل بالخليط بتاعي. الخليط بتاعي لازم زي ما انتوا شايفين كده، لازم يكون ايه؟ يكون ما فيهوش السكر. السكر بتاعي يكون دافئ. هنزل وهقلب. انتوا عارفين طبعا ان البسكوت ما بيتعجنش. ننزل بقى بايدينا شايفين اهو. ومجرد ان انا بلف هنزل ببقية الخليط بتاعي وهكمله لف وارجع له. وكده العجينه بتاعتي خلصت يا حبايبي. شايفين اهي؟ شايفين العجينه بتاعتي؟ خلاص هلمها بقى. العجين البسكوت انا بقى مش بنعجنه، احنا بنلمه. وهعمل ايه؟ وهقطع منها حته كده بتكون قد الليمونه صغيره على حسب ما انتي ما عايزه بقى. تفكيها كده، تبرميها كده جامد. شايفين؟ والصينيه اهي، وهنزل بيها كده في الصينيه. طبعا الصينيه بتاعتي انا دهنتها بزيت. انت عندك ورق زبده حطي، عايزه تدهني زي بزيت ادهني برضو، دي حاجه ترجع لك. خلاص اهي ما فيهاش اي حاجه خالص، قد الليمونه الصغيره بتاعتك. هكمل كله تقطيع وارجع لك اقول لك هعمل ايه. وكده يا حبايبي انا كورت الكميه بتاعتي كلها، قطعت معايا ما شاء الله. خلاص هدوس بقى عليها ببطن ايدي كده اهو. شايفين ببطن ايديا اهو، مفيش اي حاجه. بصوا كده اهو ببطن ايدي اهو كمان. وكده يا حبايبي انا بططتهم كلهم. خلاص عندي بقى هعمل ايه تاني فيهم؟ انا بدون اي حاجه خالص، انا هجيب غطا بتاع ازازه ميه عادي خالص وهعمل كده. انا بتاعتي كبيره، سواء هجيب الغطا الاكبر. بصوا بقى انا هعمل هنا ايه اهو. احط الغطا كده، هعمل كده اهو. انتي بقى على حسب بسكوتك، انا مكبره البسكوته شويه، اعملي على حسب ما انتي عايزه. انا هعمل 5 مرات، 5 تقطعات يعني.
انت بقى على حسب بسكوتك صغيره او كبيره اعملي التقطعات اللي انت عايزاها اهو. اهو هكمل بقى الباقي الصينيه بتاعتي وبقيه العجينه اللي انا عملتها، وهدخلها الفرن على درجه حراره 180 وهرجع لكم. وكده حبايبي بعد ما دخلت الفرن البسكوت بتاعنا ودخلت الفرن على درجه حراره 180 حطيته في الرف الاوسط. خلاص تمام، طلع البسكوت بتاعنا بالمنظر ده، طلع معايا الكميه ده عشان انا عامله مقطعاه كبير. انت ممكن تقطعيه اصغر من كده هيقطع معاكي اكتر، بس ما شاء الله الله اكبر قطع كتير جدا. البسكوته بتاعتنا بقى يلا نشوفها من جوه. شايفين هو لسه كمان سخن، شايفين مفرغه ازاي وجميله ولذيذه وهشه وجميله، تحفه تحفه بجد. يعني انتوا هتجربوه من ورايا وهتدعوا لي من قلوبكم من غير ما انا مطلب منكم الدعوه. لايك وشير وسبسكرايب وكومنت كمان حلو منكم بدعوه حلوه من قلوبكم الحلوه والبيضه. اسيبكم في رعايه الله واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.